ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده بيتكلم عن ايه الحاجات الفيفوريتس عندي اللي بحب استخدمها كتير، يمكن كمان مش شهر 3 بس، شهر 1 و2 و3، وفي حاجات منهم بقالي سنه بستخدمهم. والناس اول ما تشوفني انا عاليه فيديو بلوجر بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فعايز تنضم لينا بيز اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ولايك للفيديو ده كمان، ويلا بينا نبتدي. اول حاجه حمام كريم سيليكون ميكس. الناس اللي متابعه فيديوهاتي اللي شافوا فيديو بتاع الحاجات اللي بستخدمها لشعري اكيد هيبقوا عارفين الحمام كريم ده كويس، وفي بنات كتير قوي اشتروه ولغايه دلوقتي بيشكوني عليه لغايه النهارده. بحس ان السحر كله موجود في العلبه دي، بجد من احلى حمامات الكريم اللي انا استخدمتها لشعري، ويمكن بقالي حوالي سنه او اكتر من سنه من ساعه لما اكتشفته وانا بستخدمه وما ينفعش استغنى عنه. هتلاقوا طبعا كل لينكات الحاجات اللي انا هقول لكم عليها في الفيديو ده هتلاقوها تحت في الكومنت من تحت، بس فعلا ده يستحق ان هو يبقى من الفيفوريتس. اول حاجه من الفيفوريتس بتاعتي. تاني حاجه السكراب والغسول بتاع الوش بتاع بينك اللي هو اللون ده، انا معرفش بصراحه هي اسمها ايه، بس هو الدرجه دي بالظبط هتلاقوها موجوده. انا بصراحه بحب فيه، هو اكتر حاجه عجباني فيه ريحته لما بغسل وشي بيه. لما مثلا اختي تقعد جنبي او كده بيبقى ريحه باينه وبيبقى فعلا ريحته حلو قوي، بحس ان انا ريفريشد كده والموضوع بيبقى مختلف معايا. فانا يعني بقالي كتير قوي اصلا بستخدمه، هو مش من الحاجات الجديده، انا حتى جايبه لكم من على الحوض فتلاقوه مبلول. فده من ضمن الحاجات اللي انا بحبها جدا وبقالي كتير بستخدمه وما ينفعش استغنى عنه. الليب لاينرز بجد من احلى الليب لاينرز اللي انا استخدمتها، اللي هي بتاعت كولر بوب، اسمها كونتامبو. هكتب لكم اسمها بالظبط او هكتب لكم اللينك بتاعه من تحت. الليب لاينر رفيع، وجبت كمان اللي هو التخين من ضمن الالوان اللي دايما على طول بتليق عليا. انا كنت بجيب نفس الدرجه دي بس بي اتش، بس كانش بيعجبني في بي اتش ان هي الباري بتاعها ما كانتش بتبقى مظبوطه قوي، دايما بتتكسر وكده الاقلام دي. لكن كولر بوب ريحتني نفس الدرجه اللي انا بحب استخدمها، او باري نفسه بيبقى اسهل شويه. ده حتى اللي انا حطاه على شفايفي، ويمكن اكتر اصلا معظم الايفنتس اللي بتعزم فيها او معظم الفيديوهات بحب احط الالوان دي اصلا. بالنسبه لسبريهات تثبيت الميك اب، بجد من احلى سبريهات تثبيت الميك اب اللي انا جربتها اللي هي ايربن ديكي. مش محتاجه اتكلم عنه كتير، بس كل الناس عارفاه وكل الميك اب ارتست بيحبوا يستخدموه. بالنسبه لبودر الحواجب، بصوا يا جماعه انا جربت معظم انواع بودرز الحواجب اللي موجوده، جربت كل الانواع. اكتر نوع انا بجد استريحت له وبقيت بستخدمه على طول، واللي انا يعني على طول بعمل بيه، يعني انا حتى في الفيديو ده انا عامله بيه اللي هي الباليت بتاعت اوش. دي انا كنت جايباها من رانفا، بجد من احلى الحاجات اللي انا استخدمتها لحواجبي، وما عنديش استعداد ان انا ادور على نوع تاني. خلاص انا رغم ان الفيديو بلوجرز المفروض بيدوروا على الحاجات ايه الجديده ويستخدموها وكده، بس انا فعلا بعد ما بستخدمت ده ما عنديش استعداد ان انا ادور على حاجه تانية. ده تمام جدا بالنسبه لي. بعد كده كريم الايدين بقى. كريم الايدين بحب استخدمه وبعشقه، اللي هو بتاع فيكتوريا سيكريت. هكتب لكم بالظبط اسمه ايه في الكومنتس، هو اسمه تشير لاف يعني. anyway بصوا انا هقول لكم قصته ماشيه معايا ازاي. انا كنت جايباه من الصيف اللي فات وما جربتوش ولا مره، فالمهم انا كنت حاطاه يعني ما كنتش بستخدمه خالص. انا عندي مشكله في الشتاء انه لما الشتاء بيجي ايدي بتبقى ناشفه قوي، ولازم احط كريمز كتير، وافضل كل ما انزل مثلا يبقى عندي خروجه حلوه لازم احط قبلها علشان ايدي تبقى شكلها كويس. فالمهم جه الشتاء ايدي كانت سيئه جدا، فالمهم ايه قلت اجرب هحط منه مره وخلاص، وكده بقى ايه قبل ما اخرج وكده او مثلا كل يومين ابقى احط منه. والله فعلا لما بحط منه مره ما بحتاجش ان انا احط تاني لمده مثلا شهرين 3 شهور. انا مش متخيله ان انا ايدي كده في الشتاء من غير ما احط كريم مثلا بقالي فتره. انا بصراحه من الكريمات الايد اللي فعلا محترمه جدا، واللي انا فعلا مبسوطه ان انا اشتريتها، ومكنتش متخيله انها بتعمل كده، ان انا احط مره وافضل شهرين 3 شهور ايدي ناعمه. واقسم بالله فعلا انا بقعد شهرين 3 شهور ايدي ناعمه. بعد كده مانيكيرز. احلى انواع المانيكير اللي انا جربتها فلور مار، وكنت قلت لكم عليها قبل كده، بجد من البراندات المحترمه جدا يمكن انا ما بقيتش بشتري انواع تانية غير خلاص فلور مار. بحب بقى ايه اشيك كده على الالوان الجديده اللي عندهم وكده، بس يمكن دول احلى
درجتين انا جايباهم وفعلا من الحاجات المحترمه جدا جدا جدا. بعد كده الرموش، من احلى الرموش اللي انا جربتها بجد هاوس اوف لاشز. انا هحكي لكم القصه بتاعتها. انا في مره كلمت فيها فاطمه وقلت لها يا فاطمه بما ان انت بقى ميك اب ارتست وكده وشاطره في الحاجات دي، فانا عايزه اعرف ايه احسن رموش اجيبها، عايزه اغير الرموش بتاعتي وكده. فقالت لي طبعا هاوس اوف لاشز يا بنتي، ده من غير تفكير. فالمهم انا كنت عارفه اجيب ايه في هاوس اوف لاشز، يعني ايه الرموش اللي تبقى شكلها مثلا حلو عليا او كده. فقررت ان انا اشتري بوكس بتاعهم اللي هو اكتر الرموش مبيعا عندهم على الويب سايت. هم مجمعينه في بوكس كده وبيبيعوه ب $60. فالمهم فعلا جبته وطلع فعلا حلو قوي، ومعظم الرموش اصلا اللي موجوده فيه لقيتها لايقه على عيني جدا. وكمان ميزتها انه الرموش نفسها الواحده تقدري تستخدميها 15 مرة 20 مرة 30 مرة من غير ما الرموش تبوظ. عاجبني فيها فعلا الرموش بتاعتها، رموش محترمة ما بتبوظش. يمكن ريد شيري مثلا اوقات كتير الرموش بستخدمها مثلا 3 أو 5 مرات وخلاص، بعد كده بلاقيها ان هي صعب ان انا استخدمها تاني. لكن الرموش دي بجد 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 فعلا بستخدمها كتير جدا جدا جدا، وزي ما هي كاني لسه شارياها. ففعلا من الرموش الحلوه جدا. انا عايزه اوريكم العلبه من جوه. العلبه بتبقى كده من جوه. اخر حاجه الهايلايتر، من احلى 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 انواع الهايلايترز اللي انا جربتها في حياتي، واللي هي فعلا يعني انا عمري ما بحطها وحد ما بيسالنيش انت حاطه ايه. دايما كل ما لازم احطها لازم الناس تسالني ايه الهايلايتر اللي انا بستخدمه. طبعا سليكت بجد من احلى انواع الهايلايترز اللي انا بستخدمها، سواء اضاءه عاليه اضاءه واطيه بيبان فعلا في وشي. بس فهي دي الحاجات اللي انا بحبها، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.